لو أخذت رأي الشيطان راح يقول لك ما بعرف. ما بعرف، طبعا هو الشيطان على الأرض ما له موجود، ترك أعوانه الإنس إنه هن يكونوا شياطين، ما في داعي، ما في داعي لوجوده. امرأة لم شمل جاب زوجها بعد 3 سنوات، بعد ما أمن حاله وظبط وضعه وراءه وظبطت، جابها في معه 3 أولاد، جابها من البلاد، قعدت عنده بكل حب وتواضع وأخلاق ومحبة. يعني العلاقة اللي بيناتهم أكثر من شيء اسمه عشاق. أقنعته بأنه يسحب قرض، وضعه المادي جيد جدا، وإله شيء تقريبا 5 سنوات عم يشتغل، وعم يشتغل في شركة راتبها جيد جدا. أقنعته، سمعت من أمه بأنه يسحب قرض. سحب قرض 50,000 يورو من أحد البنوك الألمانية على راتبه، وأقنعته بأنه هذا القرض نحن المفروض ما نضيعه. بزايدة بناقصة من غير طول سيرة أخذت القرض منه وبعتته لأمها. أمها بسوريا في مناطق الآمنة، على ما يسمى الآمنة، قدروا يساووا مشروع ويشتغلوا 50,000 يورو. بعد بأقل من شهر من سحب القرض وإرسال القرض إلى سوريا، أبوها وأمها طلبت الطلاق، لأنه مع القرض طلع فيه شغلات تانية ممكن أنه هي تستفيد منها، حسنات تانية ممكن هي تعيش فيها. عندها 3 أولاد، اليوجند أمت بيدفعوا عليها، وبتقدر بأنها هي تاخذ منه مساعدات وتاخذ منه هاي المصاري اللي بيعطوها للأولاد بعد الطلاقات، وبتقدر تعيش لحالها. وهي خلال فترة وجودها قدرت انها تعشق من غير أي جهد. قدرت انها تعشق شاب اصغر من جوزها بحط عطر. 50,000 اخذته من زوجها، شو عاد بدها فيه؟ قلعته من البيت وعملت له مشكله وعملت له قضيه يعجز عن ادائها وتفسيرها وكتابتها الشيطان. ما بده شيء هلا، عم يسال شو ساوي؟ انا لا بدي مشكله، لا بدي الاولاد، ما بدي شيء، بس بدي يرجعوا لي هالمصاري لحتى اقدر اني ارجعهم. لانه بعد ما سويت له القضيه دخل في حاله اكتئاب قعد فيها بمشفى الامراض العقليه. طلع بعد 6 شهور مغيب بمعنى الكلمه، وهي خلص صارت الطرف الثاني من النهر، عايشه حياتها مع اللي بتحب او من غير ما تحب، وهو صار مغيب. حرمته اولاده، حرمته كلكم هون في اوروبا عند هذا الزلمه. حتى هو عم يقول حتى الاولاد ما بيهم يتربيوا العفاريت الزرق. بس شو ساوي بالقرض اللي دمروني فيه؟ لا بيقدر يطلع ولا بيقدر يسافر ولا بيقدر يرجع، وداخل اسمه على الشوفه. شو يساوي؟ هذا الشيطان اللي ترك اعوانه على الارض ما عرف انه يقول لهم هدوا طولوا بالكم شويانه، هدوا شوي، لا كثير تدمروا نفسكم وتدمروا عائلاتكم.